ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. وحيث الترند ازاي نفرق ما بين القهوه سريعه الذوبان دي اللي انتوا بتحبوها، اللي في اكياس دي، ونحط عليها ميه دي وتبقى قهوه جاهزه دي عارفينها، ما بين القهوه الاصليه والقهوه المضروبه. هقول كلمه واحده بس وهنقفل على الموضوع ده خالص، انه كله زفت. يس، كله زفت، كله مؤذي. هنتكلم بالراحه. هي القهوه دي عباره عن ايه؟ عباره عن زباله القهوه، وعباره عن حاجه اسمها المبيض او الكريمر. اتكلم عن المبيض او الكريمر ده الاول. ده عباره عن زيوت نباتيه مهدرجه، عباره عن سكر، مواد حافظه، في حاجه اسمها ثيكنرز اللي هي بتتخن القوام، ونكهات والوان صناعيه. اول حاجه الزيوت النباتيه المهدرجه دي اسوأ زيوت موجوده في الحياه، اللي هي بقى بتعمل الكوليسترول وضغط الدم والسكر وامراض القلب والتهابات في البنكرياس ودهون على الكبد. يعني كل الحاجات المؤذيه اللي ممكن تاذينا وتضرنا، اللي هي امراض العصر اللي بنتكلم عليها، بتعملها الزيوت النباتيه دي. تاني حاجه سكر، مش هتكلم تاني عن خلاص سكر خلاص. تالت حاجه الثيكنرز دي اللي هي اللي بتخن القوام، دي مؤذيه جدا وليها اضرار كتيره جدا. المواد الحافظه محطوطه بالعبيط، لان هو عايز يحافظ بقى على جوده الزيت دي، مش عايزه يزنخ ومش عايزه يبوظ منه. فتخيلوا انتوا الكيس بيقعد بالصلاحيه بتاعته بالسنه ونص والسنتين، ومش عايز ريحته تطلع ويبقى يبوظ منه بسرعه، فبيحط بكميات رهيبه. وطبعا النكهات الصناعيه والالوان الصناعيه اللي احنا كلنا عارفين اضرارها. يبقى دي اول حاجه المبيض او الكريمر. تاني حاجه القهوه، زباله القهوه. على فكره الكلام ده مش كلامي انا، ده كلام ال الابحاث والحاجات اللي بتبقى طالعه، بيقولوا ان اسمها زباله القهوه، كوفي جاربج. ليه؟ وده كلام المصانع على فكره، مش كلامي انا. هم لما بييجوا يعملوا القهوه سريعه الذوبان، اللي هي البارتكلز دي، اللي هي الحبيبات اللي هي بتبقى في برطمانات دي، اللي هي القهوه بس سريعه الذوبان، القهوه بس بتبقى حبيبات كلها. لو تاخدوا بالكم ان هي بتبقى نفس السايز، نفس الحجم، صح؟ ليه؟ هي بتدخل زي في مناخل كده وفي مصافي، بتصفيها بحيث ان هي كل الباودر وكل الحاجات الناعمه وكل الحاجات اللي مش في نفس الحجم البارتكل دي تقع، ويبقى الحجم اللي هو الثابت، اللي كله يبقى كله نفس الحجم. تلاقي الحبيبات كلها نفس الحجم في البرطمان. طب اللي بيقع ده يترمي؟ عيب. نعمله بقى اعاده تدوير والريسايكلينج. جات لهم فكره، حط عليها شويه مبيض ونعبي في اكياس ونبيعها للناس ونقول دي القهوه السريعه حيث وحيث وحيث. واكتشفوا بقى ان زباله القهوه دي كسبتهم كويس جدا، لدرجه ان هم بقى اهتموا بيها جدا وعملوا منها نكهات وعملوا منها اشكال وعملوا ماركتينج محترم جدا عليها. وشي قهوه الطالب الجامعي وقهوه الثانويه العامه وقهوه السريع بتاع الشغل، عملوا منها ماركتينج رهيب، لان هي كسبتهم اكتر من القهوه التانية. فتخيلوا احنا عمالين ناخد في زباله القهوه وناخد في زيت، وعمالين نقول يا جماعه احنا بنشرب قهوه، ويجي يقول لك بقى انا بشرب قهوه وكيف بالقهوه. في ناس على فكره عايشه عليها. فما تزعلوش بقى لما بتتخانقوا، ما تزعلوش بقى لما الناس ما بتخسش ووزنها ثابت، حاسه بخمول، حاسه بعدم تركيز، دماغها على طول متشبره، حاسه ان هي مش مركزين خالص والدنيا ضايعه منهم. الوهن والوخم وعدم قدرتنا اساسا ان احنا نتحرك ونشتغل، والمود الزباله السوينج، كل ده بسبب الزفت اللي احنا عمالين نشربه. ايه البدايل يا جماعه؟ البدايل ان انا اعمل قهوه، القهوه اللي هي البن اللي هي حبيبات البن اللي ما اتلعبش فيها واتطحنت وبقت قهوه زي القهوه التركي كده خلاص. وانا بحب اشربها على حاجه، اشربها على حليب، استفيد بالحليب، بروتين وكالسيوم ابن ناس انا محرومه منه اساسا طول اليوم، ففرصه احطه على القهوه واشربه بيها. تاني حاجه ما بحبش الحليب السايل ده، حط لبن بودره، بس خلي بالك اللبن البودره في منه البان عليها برضو زيوت نباتيه، فلازم يكون ده شغال شويه وعندنا وعي، ونبص كده على الحقائق التغذويه اللي بتبقى ورا من على الكيس، ونشوف اللبن ده لبن بيور بس حليب بقري متبخر وخلاص، ولا عليه برضو زيادة زيوت نباتية بتأذيه وبتقلل من قيمته. ما بحبش الحليب خالص، او مثلا زي اخواتنا المسيحيين بيبقوا صايمين، في عندنا بدايل بقى، حليب صويا، حليب جوز الهند، في حليب اللوز. يعني احنا عندنا حاجات كتيرة جدا نقدر نستخدمها بدل الحاجات المؤذية او الكريمر او المبيض. برضو ده كان نفس الكلام بينطبق على بقى الحاجات اللي بالنكهات، اشي بالبندق واشي بالكراميل وفرنش كوفي وجريك كوفي، كل ده افتكاسات. على فكره مفيش حاجه اسمها في فرنسا قهوه فرنساوي واليونان قهوه جريكي، مفيش الكلام ده خالص، دي كلها افتكاسات احنا افتكسناها عشان نروج للمنتجات المؤذيه دي خلاص. اقول لكم على تركه حلوه لطيفه جدا، جربوا كده تحطوا على القهوه التركي معلقه او معلقتين كريمه لباني، على فكره طعمها حلو جدا وبتبقى قيمه ومغذيه وبتشبع على فكره
خلاص. فما تزعلوش بقى لما يبقى مبيض القهوه ما بقاش مبيض وبقى مبلط القهوه، كله زي بعضه يعني مش فارقه كتير. فبلاش القهوه دي واشربوا القهوه اللي هي القهوه الحلوه، خدوا البنفيتس والفايده بتاعه القهوه اللي هي الطبيعيه الرباني اللي مش ملعوب فيها. واشوفكم دايما على خير، وربنا يديم علينا الصحه والعافيه. باي باي.